مشاهدينا الافاضل، طبتم وطاب مساءكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. ورشة عمل عن مستقبل العمل في اريتريا. تدشين مشروع مياه كوعاتيت. اصحاب البساتين في غرداد يطالبون بادخال الطاقه الكهربائيه في بساتينهم. الصين تتهم الولايات المتحدة بممارسة إرهاب اقتصادي مكشوف. إطلاق قوات هندية النهر خلال احتجاجات في كشمير. 7 قتلى في انقلاب غارب بالنجف. مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. بعث رؤساء جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا وفيتنام نوغويو فاترونغ والحاكم العام لأستراليا سير بيتر كوسوغروف وأمير مالطا جياكومو دالا توري ببرقيات تهنئة لشعب وحكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 28 للاستقلال. وأعرب الرؤساء عن تمنياتهم بالسلام والازدهار للشعب الإريتري ودوام الصحة للرئيس سياس أفورقي. ومن جهة أخرى، بعث ولي عهد البحرين نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة ووزير خارجية رومانيا تيودور ميلاساكانو ببرقيات تهنئة مماثلة. تعقد الكونفدرالية الوطنية للعمال ورشة عمل يومي 30 و31 من مايو بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تحت شعار مستقبل العمل في إريتريا. وأوضح رئيس الكونفدرالية الوطنية للعمال السيد تخسي بايري في افتتاح الورشة التي حضرها وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية سيدة لؤي القبراب ومسؤول مركز الاستثمار الإريتري الدكتور والداي فطور وممثلي اتحاد أصحاب العمل ومبعوثو منظمة العمل الدولية أن إريتريا وإيمانا منها بعلاقات العمل الثلاثية ظلت تعمل بنشاط منذ عام 1993 رغم التحديات والمعوقات الكبيرة، وقد اكتسبت تجارب ثرة في السنوات ال26 الماضية. وتناقش الورشة أوراق عمل حول السلام الإقليمي والفرص الجديدة للتطور المستدام والضمان الاجتماعي وبرنامج التنمية الوطنية في إريتريا والاستثمار لتطوير قدرات العمال وتأثير العولمة والتغانى على العمل وتحديات وفرص إريتريا والسلام بين إريتريا وأثيوبيا وتأثيره على التطورات في المنطقة. وقدم مسؤول مركز الاستثمار الإريتري الدكتور والداي فطور والمدير العام لقسم العمل السيد وليسوس إليسا والسيدة وفاء عبد القادر من منظمة العمل الدولية أوراق حول العمل العالمي ومستقبله والاستثمار الذي تقوم به الدول النامية في العمل وتنمية قدرات العمال ودور الكفاءة والمعرفة في العمل وتحديات الدول وغيرها. دشن في 28 من مايو مشروع مياه بلدة كوعاتيت والقرى المجاورة لها بتكلفة بلغت حوالي 6 ملايين و300 ألف نخفة. ويشمل مشروع المياه المقام بالتعاون بين إدارة الإقليم الجنوبي وقسم الثروة المائية، وتستفيد منه أيضا مؤسسات التعليم والصحة. يشمل أنابيب مياه بطول 13 كيلومتر ومولد بقوة 28.8 كيلووات وخزاني 115 محطة للتوزيع. وأوضح مسؤول قسم الثروة المائية في الإقليم الجنوبي السيد كبرون مسغانا في المناسبة أن المشروع يعتبر من مشاريع المياه الكبيرة التي تم إرساؤها في القرى على مستوى البلاد، مؤشدا بمساهمات القرى لإنجازه. وقال مدير مديرية ماي عيني السيد أحمد عثمان أن نقص المياه من أكبر مصاعب سكان بلدة كوعاتيت وضواحيها، وسيحل المشروع معاناة أكثر من 7000 أسرة. وأوضح حاكم الإقليم الجنوبي السيد فريم قبر كريستوس أن الحكومة تعمل على حل مشكلات الخدمات الاجتماعية حسب الأولويات، وأن مشروع مياه كوعاتيت جزء لا يتجزأ من تلك الحلول، داعيا السكان لإدارة مشروع المياه جيدا لضمان استمراريته. هذا وتبعد بلدة كوعاتيت حوالي 43 كيلومترا إلى الجنوب من مدينة ساغانيتي.
طالب أصحاب البساتين في غردات وضواحيها بإدخال الطاقة الكهربائية إلى البساتين من مولدات الطاقة المستخدمة في المدينة للحد من استهلاك الوقود وتسيير أعمال تنموية فاعلة. وأوضح أصحاب البساتين أن البساتين تستهلك الكثير من الوقود باستخدام أكثر من 3 محركات ضخ في البستان الواحد لعدم توصيل الكهرباء إلى البساتين المجاورة للمدينة، داعين الجهات المختصة لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الاستخدام الفاعل للطاقة الكهربائية التي أدخلتها الحكومة في المدينة قبل 3 سنوات. وقال رئيس جمعية أصحاب البساتين في إقليم القاش بركة الشيخ داود حاج محمود أن توفير الطاقة الكهربائية يساعد في التنمية الفاعلة وخفض الأسعار، معربا عن أمله في الاستجابة لطلباتهم. وذكر مسؤول الزراعة في مديرية غردات السيد تدروس قبر مريم عن وجود أكثر من 1200 هكتار من البساتين التابعة ل 187 مواطن، حيث يتم ري مساحة 5 هكتارات منها بمولد واحد، وقد بلغ الاستهلاك الشهري للبساتين حوالي 2000 لتر من الجاز. ووضعا في الاعتبار قال مصرفات قطاع القيارة فإن المصرفات ستكون كبيرة وأنهم يتقدمون للجهات المعنية بنفس الطلب الذي يقدمه المزارعون. وأوضح مسؤول خدمات الكهرباء في مدينة قردات السيد كحساي جندر أن المولدات الجديدة التي أدخلت للمدينة عام 2016 يبلغ إنتاجها 3.2 ميجاوات، وهذه الكمية كافية للمدينة وقرى الضواحي ومواقع التنمية، وأنهم ينتظرون التعليمات من المكتب المركزي لتنفيذ برنامج المرحلة الرابعة من عملية مد الأسلاك الكهربائية التي تأخر كثيرا. أشار المدير العام لمؤسسة القلال والمواشي الرائد كبر إبراهام إلى أن الحكومة تقدم الدعم اللازم لتمكين المزارعين من رفع إنتاجيتهم بالتأهيل والمساعدة بتقديم الأدوات الزراعية. وأوضح في الاجتماع الذي عقده بمدينة كرم في 28 من مايو لمسؤولي أقسام إدارة الإقليم ومدراء المديريات والضواحي وخبراء الزراعة والمزارعين بأن ممثلو المزارعين سيتم اختيارهم في جميع القرى بموجب البرنامج الذي وضعته الحكومة لرفع الإنتاجية وإيصال الجرارات والمعدات الزراعية للمزارعين. وقال أن المزارعين الذين سيتم اختيارهم سيكونون من المزارعين النموذجيين المقيمين في القرية لقدرتهم على تقديم المعلومات اللازمة بالتعاون مع لجان القرى وإدارات الضواحي بشأن القدرات والمتطلبات. وأوصل الاجتماع بتنفيذ البرنامج سريعا لدخول موسم الأمطار والحرص على التوزيع الجيد للجرارات وبدء عملها فورا. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، وجهت الصين اتهامات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بممارسة إرهاب اقتصادي مكشوف ضدها مع تصعيد بكين للهجتها في الحرب التجارية بين البلدين. وباتت القوتان الاقتصاديتان على طرفي نقيض بعد تعثر الظاهرة المفاوضات بينهما. وقد عمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بداية الشهر وإدراج عملاق الاتصالات الصيني هاواي على قائمة سوداء. وقال نائب وزير الخارجية الصيني تشانغ هان هوي خلال مؤتمر صحفي لعرض زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى روسيا الأسبوع المقبل أن التحريض المتعمد لأزمة تجارية هو إرهاب اقتصادي مكشوف، محذرا بأن لا رابح في تلك الحرب التجارية. هذا وردت الصين بزيادة رسومها على البضائع الأمريكية، بينما هددت وسائل إعلام رسمية بأن بإمكان الصين وقف صادراتها من المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، مما سيحرم واشنطن من مواد رئيسية تدخل في صناعة الكثير من منتجات التكنولوجيا المتقدمة. قالت الشرطة وشاهد عيان أن القوات الهندية أطلقت الذخيرة الحية أثناء احتجاجات في منطقتين بالشطر الذي تسيطر عليه الهند من كشمير، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 50 على الأقل. وقال ضابط كبير بالشرطة أنه في معركة بالأسلحة النارية رشق محتجون القوات بالحجارة لعرقلة عملية كانت تتم في قرية محمد بورا بمنطقة كولجام. وقال الضابط أن الاحتجاجات اندلعت أثناء تبادل القوات الهندية إطلاق النار مع متشددين في القرية. هذا وفي سياق متصل، قال مسؤول بالطيران المدني أن المجال الجوي الباكستاني على الحدود الشرقية مع الهند سيظل مغلقا حتى 14 من يونيو في أحدث تمديد بعد مواجهة جرت بين البلدين.
وأغلقت باكستان مجالها الجوي في فبراير بعد هجوم انتحاري نفذته جماعة متشددة متمركزة في باكستان في الجزء الواقع تحت سيطرة الهند من كشمير، مما دفع البلدان إلى تبادل القصف الجوي. قالت الشرطة وخدمة الإسعاف للتلفزيون الرسمي أن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم عندما انقلب قارب سياحي يقل سياحا من كوريا الجنوبية في نهر الدانوب في العاصمة المجرية بودابست، وأنه جرى نقل عدة أشخاص إلى المستشفى. وذكر التلفزيون أنه تم انتشال 14 شخصا من النهر حتى الآن، منهم 7 قتلى. وفي تعديل للتقارير السابقة قال التلفزيون أن القارب كان يقل 33 سائحا واثنين من الطاقم، وكان مستوى المياه مرتفعا في نهر الدانوب في أعقاب تيارات قوية، كما تشهد بودابست هطول أمطار غزيرة مما يصعب جهود الإنقاذ. خرج سكان العاصمة الروسية موسكو إلى الشوارع والمتنزهات هربا من موجة الحر العاتية التي تعصف بأجزاء من غرب البلاد. ووصلت درجات الحرارة إلى أكثر من 30 درجة مئوية ضمن الموجة الساخنة التي ستمتد في موسكو لمدة أسبوع على الأقل. من جهة أخرى حذر خبراء الأرصاد الجوية من موجة حر غير مسبوقة ستضرب العاصمة الروسية موسكو في نهاية الأسبوع الجاري. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.